ولا صباح الخير عليكم كل واحد الوقت اللي راهو يشوف فيه هاد لا فيديو. اذا اليوم اخترت لك كيفيه اكيد كثير منكم يسحقوها، ولا هي كيفيه نتاع بقايا ماكارون. شحال من خطره كي نجيو نديرو ماكارون نصيبو روحنا غلينا بزاف ولا صوص غير شويه ويبقى لنا هكذاك الماكارون بيض. اذا اليوم راح نشوفوا كيفاش راح نستغلوا بقايا ماكارون في عده كيفيات مقبله، طبق رئيسي وايضا تحليه. صافي با دير راح نديرهم كان في نهار واحد. اذا بالنسبه للماكارون ولا البقايا، خذي اي بقايا. انا هنا باغ اكزومبل عندي هادو، عندي لي شويه كبار هكذا على حسب واش عندك بقايا. اذا باش نبداو بالترتيب نبداو المقبله. اذا باش نحضروا المقبله عندنا هنايا ماكارون. هذا ماكارون كيما هكذا فقط قطعته، خديت موس رقيق وقطعته شويه 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 هكذا. نحتاج شويه نتاع بيشاميل كثيفه هنا، ولا ما حبيتيش تواسي بيشاميل ما تواسيش، تكتفي فقط بالبيض. عندي بصل محمر، عندي اعشاب عطريه، فلفل كحل، معدنوس، عندي ايضا طون. هنايا حبيتي ما ديريش ما ديريش، تقدري تواسي طون، تقدري تواسي باتي، تقدري تواسي بقايا دجاج، واش حبيتي، ولا ما تواسيش كامل. نحتاج زوج مغرفات نتاع خبز يكون يابس ملحي باش يعطي طراوه لهذيك لي بات. نحتاج صفار زوج حبات بيض، ملح، فلفل كحل وجبن مبشور. وهنا عندي شويه فارينه باش نرمد فيها بلوتو هذوك الكويرات. هنا حطيت هذيك بقايا نتاع ماكارون، نحط فيه زوج مغارف نتاع خبز يابس هذا باش يطري لي هذاك الخليط هذاك. نحط الصفار نتاع زوج حبات بيض باش نعطي بنه لهذا الماكارون. هنا عندي نحط مغرفه تاع بصل محمر، معدنوس، هاي نديرو كامل عليه، طون. يعني قلت لك هذا الطون ممكن تعوضيه ببقايا دجاج باي حاجه، وممكن ما ديريش كامل. شويه نتاع اعشاب عطريه، فلفل كحل، وايضا عندي جبن مبشور. وفي الاخر نزيد هذوك زوج مغارف نتاع بيشاميل باش يطريو لي هذا الخليط، ونخدم كامل هذا الخليط هكذا. هنا بعد ما كورتهم راكي تشوفي رمتهم في الفارينه. وهنا عندي مقله وراني نقلي فيهم. بيان سور ما راحش يبطاو في قليانهم بيسكو كلشي راهو طايب هكذا. من بعد ما تخليهم ما تخليهمش يتحمروا بزاف باسكو هذيك الماكارون طايبه، من بعد تعاود تيبسلك. هنايا غير خليهم ياخذوا هكذا تحميره خفيفه باش ما يبسوش، نحيوهم. هنايا باش نحضروا هذاك لو بلا كنا درنا مقبله، دوكا نشوفوا لو بلا. هنايا باش نحضروه ناخذوه من الاحسن كي تكون ماكارون هكذا شويه كبيره تكون احسن، خاطر راح تزيد تتحمل طياب واحد اخر داخل الفرن. اذا هنايا عندي حوالي 400 غرام نتاع ماكارون. قبل ما نروحوا للماكارون نديروا لها دابور الصلصه نتاعها. هي صلصه هي عباره على اون صوص تشبه لا بيشاميل، انما نديروها بطريقه سريعه. هنا عندي الحليب، هذيك النص لتر نتاع الحليب نديروها رابيد هكذا. شويه فلفل كحل، الملح هنايا ما نكثروش باسكو الماكارون او طايب في الملح. اون بليس دو سا عندنا الجبن. اذا نواسيت الملح، هنا نواسي شويه نتاع
اعشاب عطريه، نوسي شويه نتاع جوز الطيب، هكذا. عندي 50 غرام تاع فارينه، نص لتر حليب وسيت لها 50 غرام تاع فارينه، ونحرك كامل هذا الخليط هكذا. نحل هذيك الفارينه في الحليب البارد، هكذا، ونديها فوق النار. ندير كاسرونه فوق النار باش هكذاك نعقدها. من جهه اخرى بيد ما راح تسخن هذيك الصلصه، هذيك الحليب باش نديرو صلصه. هنا عندي هذوك 3 حبات بيض، نحط لهم كميه نتاع بصل، هنايا حمرته. هنا الكميه اللي حبيتيها، الا حبيتي يكون فيها اكثر من هكذا معليش، قد ما تواسي قد ما تجي بنينه. نحط هذيك المقارون، هنا خديت شويه باتي د فولاي، خاصه اذا كانوا الصغار يحبوا بزاف هاد الحاجات. هكذا نحرك كامل هذاك المقارون مع البيض وكامل بيد ما طيب الصلصه تاعي. هنا كي تشوفي الصلصه ما يلزمش تكون عاقده بزاف، فوالا هكذا خليها غير هكذايا برك، ما يلزمش تكون عاقده باش هكذاك يقدر يتشربها لي هذاك المقارون. ونفرغها مباشره فوقه، مباشره هكذا فوق هذاك المقارون. زيت زبده ما درتهاش، نديرها مادام راهي لاصوص سخونه تعطيها بنه. فوالا هاي دابت سي بون. ونفرغ فيه هاد الخليط، وبيان سور يروح للفرن. هنا بالنسبه للفرن ما تخليش يبطى بزاف باسكو يبس من الفوق. بيان سور قبل ما نديوه للفرن شويه نتاع جبن مبشور هكذا ويروح للفرن. بالنسبه لي الكيفيه الثالثه اللي هي دائما ما زلنا مع بقايا مقارون. اذا هنايا راح نديروا ان سورت دو بيني، شغل دي بيني ببقايا مقارون. اذا اول شيء نوجدوا له الكريمه. هنا تشبه كثير لا كريم باتيسير بصح نديروها رابيدمون، يعني بزربه كيما درنا قبيله هذيك الكريمه اللي تشبه لا بيشاميل. اذا هنايا نحط 4 لتر تاع حليب، نحط لها 25 غرام نتاع مايزينا، 50 غرام نتاع سكر، 2 كيورات نتاع لافاني، و2 صفار بيض. هكذا نحرك كامل هذا الخليط ونحطوه فوق النار، نخليها حتى نطيب. هنايا كونتريرمون لهذيك اللي درناها قبيله الصلصه نتاع المقارون اللي فرغناها مباشره، هنا لا لازم نخليوها حتى نتعقد مليح باسكو نسحقوها تكون عاقده. هنا بون هذيك الكريمه اللي حطيناها بيان سور بعد ما طيب تواسي لها هنايا هذوك 25 غرام نتاع زبده وتخليها تبرد تماما. هنا عندي انا راهي بارده، ناخذ هنايا 2 مغارف نتاع قبيله كنت استعملت خبز يعني مبشور، خبز يابس مطحون. هنا بقات لي شويه نتاع لابغيوش هاي ليك يابسه، هذيك اللي نحيت منها باسكو سي ان ديسير. الا بقى لك بقايا نتاع سواء كرواسون ولا بريوش ولا ديريها. هنايا عندي هذيك لا كريم اللي درناها اللي تشبه في لا كريم باتيسير، هذه باش تطري لي هذيك داك المقارون.
اي نديروها كامله. ونزيد لها هنايا حبه بيض، انا ما درتهاش كامله باسكو ما عنديش كميه كبيره. هكذا ونخلط كامل هذا الخليط. لا كريم باتيسير هذيك الحبه بيض غير باش تعاود تشدها لي. هنا شكلتهم، عطيت لهم شكل واحد اخر على شكل دي بيني، ونقليوهم. من جهه اخرى عندي سكر كريستاليزي، حطيت له شكيوره نتاع سكر فاني، حطي ولا ما تحطيش هذاك الشيء كيما حبيتي، غير باش نعطروه. من بعد ما نقلي هاد لي بينيي نجوزهم في هذاك سكر كريستاليزي. هكذا ما تكثري لهمش تقلاب باسكو ما كانش حاجه اللي تشدهم. حاولي تستناي حتى تحسي باللي يبداو يتحمروا من جهه، ومن بعد قلبيهم من جهه اخرى. هكذا من بعد ما يتحمروا نحيهم مباشره، نحطهم في السكر باش نرمدهم. هكذا من بعد نحطو هنايا في السكر كما كتشوفي، نرمدهم ونقدموهم. بيان سور يتقدموا سخونين، ما يلزمش يبردوا. اذا الاطباق اللي اخترتهم لك لنهار اليوم اللي هما ببقايا مقارون. حضرنا طبق رئيسي، حضرنا مقبله، وحضرنا تحليه. بيان سور قلت لك انا هادوما ماشي راح تحضريهم في نهار واحد. حضرت لك بكميه صغيره مقبله كما راكي تشوفي فيها. هاد المقبله ممكن حتى تكون طبق رئيسي، طبق خفيف ربما في العشاء. اذا كانت عندك اون صوص طوماط ممكن تحطي مع اون صوص طوماط هكذا، وفقط مع سلطه خضراء ويكون عندك طبق خفيف. بالنسبه للغراتان، هاد الغراتان اكيد راح يعجب الكبار والصغار. اذا راكي تشوفي فيه محمر شباب. بالنسبه لي بيني قلت لك لي بيني هذوما لازم ديريهم في اخر لحظه وتقدميهم هكذاك سخونين، ربما لو غوتي تاع الاطفال مع كاس حليب يكفي. اذا هادو هما الكيفيات اللي اخترتهم لك اللي بالبقايا. نتمنى انها راح تساعدك باش هكذاك تتخلصي من بقايا المقارون اللي دائما يكون عندنا بزياده. اذا هادو هما الكيفيات كما قلت لك. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين مع كيفيات واحد اخرين، والى اللقاء.